هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة جايين نتكلم في موضوع مهم جدا من سلسلة حكايات حكاوينا مع مارتينا. النهاردة هنتكلم عن ازاي تكوني شخص كاريزماتيك، او انك تكون شخص كاريزماتيك عندك كاريزما. حلو، الكلمة دي بنسمعها كتير ومش فاهمين معناها. هل احنا بنتولد عندنا الكاريزما دي، ولا الكاريزما دي مكتسبة بكتسبها مع الوقت، ولا حاجة ممكن اتعلمها واخليها جوايا والناس كلها بعد كده تتعامل معايا على ان انا شخص بيخطف الانظار في اي مكان بيدخله؟ النهارده هنعرف مع بعض ازاي هخليكي او هخليك شخص كاريزماتيك جدا، تدخل اي مكان تلفت كل الانظار، مش بس بشكلك، لا كمان بعقلك. اول حاجة عايزين نتفق عليها قبل ما نتكلم في الخطوات اللي هتخليك شخص كاريزماتيك او تخليكي شخصية كاريزماتيك، ان الكاريزما زي ما اتفقنا هي مش حاجة انا بتولد بيها، دي حاجة انا ببنيها. تمام. طب يعني ايه كاريزما؟ يعني ثقة بس بلذاذة. ما ينفعش ابقى عندي ثقة بالنفس لدرجة الغرور فالناس تكرهني، ولا لذيذة لدرجة ان انا خفيفة والناس تقولك ايه البنت دي ولا ايه الولد ده، ايه ده خفيف قوي. لا، انك تعملي بالانس بين اللذاذة وكمان يبقى عندك ثقة في نفسك جدا. دلوقتي هقولك على 4 خطوات لو مشيتي عليهم كويس جدا هتخليكي في وقت قصير جدا 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 شخص كاريزماتيك وملفت للأنظار جدا. في جورنال اسمها جورنال اوف بيرسوناليتي اند سايكولوجي حددت ال4 نقط دول. اول نقطة فيهم ان انا اكون شخص بيسمع اكتر ما بتكلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دخلت قاعدة ما بقاش انا اللي طول النهار بتكلم. طب خلاص ادخل اقعد ساكت؟ يعني لا، برضو مش مطلوب منك انك تقعد ساكت، لانك لو قعدت ساكت الناس هتقول عليك يا اما سوري معوج ومتنك وشايف نفسه، او انه مش فاهم حاجة اصلا، ده عشان كده مش داخل معانا في الحوار ولا في الكلام. لا، الذكاء انك تسمع اكتر ما تتكلم وتكون ردودك قليلة، بس انت جدا في الموضوع، مركز جدا، وكلامك القليل ده بيعملك برستيج، بيخلي الناس كلها تبقى عايزة تسمعك. وبعدين انت كمان في حاجة بتغذيها عندهم، انك بتسمعهم اكتر فانت بتحتويهم اكتر. ده بيخلي الناس تحس بارتياح ليك انك سامعهم وعارف تحتويهم. فعشان كده اول نقطة لازم نطبقها كلنا هي ان انا اسمع اكتر ما اتكلم. تاني نقطة بقى انك ما تستعجلش وانت بتتكلم. ما تتكلمش كأن حد بيجري وراك، اصل لا طبعا، ولا تتكلم ببطء لحد الملل. لا، خلي كلامك لذيذ، ادي لكل كلمة قيمتها وانت بتخرجها. كلامك هادي راسي تقيل، مركز في اللي انت بتقوله وما بتقولش كلام وخلاص. فالكلام الهادي بيديك برستيج اكتر وبيخلي الناس تركز معاك اكتر وبتنجذب لك اكتر واكتر. تالت نقطة بقى، خلي عندك لغة جسد لذيذة. يعني ايه؟ يعني وانا بتكلم خلي لغة جسدي كده فيها ثقة، انا بتكلم بهدوء بشياكة، مش لازم ايدي تبقى بتتحرك كده كل شوية، عيني رايحة وجاية، متوتر، بتهز وانا بتكلم كتير. لا، كلامي هادي، بصوا بهدوء. شفتوا لما اتوترت كان كلامي بسرعة، لكن وانا هاديه لغه جسدي محدوده، ايديا بتتحرك حواليا في حدود، مش هناك واجي واروح، لا، ايديا كده حواليا، بتكلم بهدوء، ممكن اشاور بايديا او بصوابعي كده على حاجات قريبه مني، عيني نفسها ما تتحركش كتير، راسي ما تتحركش كتير. كل ده بيخلي اللي قدامي ينجذب لي لانه بيلاقيني هادي ونفسه يعرف ايه سر الهدوء اللي انا فيه ده، ازاي انا شخص بالهدوء ده وبالاتزان ده وباللذاذه دي. رقم 4، ما تحاولش تبهر حد، خليك حقيقي. مش طول ما انت قاعد عمال تتوتر وتفكر طب يا ترى اعمل ايه عشان الفت نظرهم، طب يا ترى اعمل ايه عشان اخلي الناس تضحك، طب يا ترى اعمل ايه عشان اخلي الناس تبص لي، طب يا ترى اعمل ايه عشان انا ابقى محور الحديث. لا طبعا، ما انا لو عملت كده هبقى انا سوري يعني المهزأ اللي الناس كلها بتتريق عليه، اللي محور القعده والكلام. مش هو ده الصح، مش هو ده الطريقه اللذيذه اللي تخليني كاريزما. لا، لازم اكون زي ما اتكلمنا شخص حقيقي، ببين شخصيتي بلذاذة بشياكة بنفس طريقتي، من غير ما احور ومن غير ما ادعي حاجات مش جوايا.
كده نلخص مع بعض الاربع نقط اللي هتخليني شخص كاريزماتيك. لازم ادرب نفسي عليهم وافضل طول الوقت بحاول ان انا اتبعهم. اول حاجة ان انا اسمع اكتر ما اتكلم. رقم 2 ما استعجلش في طريقة كلامي واتكلم بهدوء. رقم 3 استخدم لغة جسد فيها ثقة. رقم 4 ما حاولش ابهر حد واكون دايما شخص حقيقي. صدقوني لو رتبتوا الاربع نقط دول في وقت قصير جدا هتحسوا كده بتويست في شخصيتكم، ان انتوا بقيتوا شخصيات مبهرة جدا، شخصية كاريزما جدا. هتلاقوا الناس كلها بتستنى قعدتكم وبتستنى وجودكم وبتبقى مبسوطة قوي 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 في اي وقت بتشوفكم. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد، واي موضوع جديد عايزين نتكلم فيه اكتبوا لي في الكومنتس. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.